يا رب تكونوا بخير. نبدأ كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا النهارده نصيحتي بقى لكل ست، بس اللي هاقوله ده تخلّي بالك منه، الست اللي تخلّي بالها منه، عشان مش كل اللي أنا باقوله ده بينطبق على إن الراجل ساعات بيبقى في لحظة زي كده. ساعات بنبقى في بيوتنا قاعدين والراجل قاعد سرحان في حاجة كده، فأنتِ بتفكّريها إهمال. ممكن تكون الراجل أصلًا بيفكّر إزاي يدفع الأقساط اللي عليه، في دماغه حرب تانية بتدور أنتِ مش عارفاها أو مش داركاها. في حاجة شاغلاه ومش عايز يقول لِك، مش عشان بيخبّي عليكِ، هو ممكن يكون مش عايز يحمّلِك هَم الحاجة دي، أو ممكن تكوني أنتِ مش فاهمة فيها، أو بيفكّر في موقف مثلًا حصل له، أو في طلبات البيت، أو في المصاريف، أو في أي حاجة. فساعات إحنا بناخدها بموقف إهمال. الست اللي تعرف الفرق ما بين الإهمال والنُقط اللي أنا باتكلّم فيها أو النقطة اللي اتكلّمت فيها دي، هي اللي تقرّر سرحانه أو قلة كلامه أو سكوته في اللحظة دي ده إهمال والّا هو بيفكّر في حاجة فعلًا زي ما أنا باتكلّم فيها. فنصيحتي النهارده لو أنتِ عارفة إن هو مش إهمال وممكن يكون هو في حرب في دماغه دايرة ما حدّش يعلمها إلا الله وهو بس، لإن الهَم كبير والمصاريف كبيرة والضغط النفسي كبير على كل أب حامل مسؤولية. أنتِ اللي تفرّقي ما بين دي. فما تعمليش مشكلة ولا تثيري حاجة لأن الدنيا مش مستاهلة أصلًا إن أنتِ تثيري مشكلة مع جوزِك على حاجة أنتِ ما تعلميش غير الله، ربنا اللي يعلم إيه اللي بيدور في دماغه أو إيه اللي عنده. ففرّقي ما بين ده وده، لإن كل واحد عماصه مداري عينيه أو هَمُّه كبير، ما حدش حاسس بيه غير نفسه. دمتم بحفظ الله.